يمكن أكتر سؤال بيتكرر بين الأزواج بعد فترة من الزواج هو إحنا ليه ما بقيناش زي الأول؟ ليه الشغف اختفى؟ ليه ما بقيناش نوحش بعض؟ اللهفة بتاعت البدايات دي راحت فين؟ هل هو خلاص ما بقاش يحبني؟ بقى يكره وجودي؟ طب هل لقى بديل مثلا؟ كلنا كزوجات بنفكر بالأسلوب ده، وفي الحقيقة يا بنات إن فقدان الشغف ده مش معناه أبدا إن الحب اختفى، لكن ببساطة الحياة اليومية والضغط والمسؤوليات بيضغطوا على المشاعر الجميلة اللي عندنا لدرجة إن إحنا أحيانا بنحس إن ملهاش وقت وملهاش مكان وملهاش مناسبة. وتعالوا نتكلم بصراحة، في بداية العلاقة كل حاجة بتكون جديدة، المشاعر جديدة، التفاصيل اللي بنقابلها في حياتنا جديدة، حتى الخلافات كان بيبقى فيها حرارة كده ومختلفة وفيها خوف، أنا خايفة لحسن يضيع مني، أنا خايف لحسن تسيبني وتمشي. لكن بعد الزواج ومع الروتين اللي بنتعود عليه كل طرف بيفترض إن التاني موجود خلاص، أنا مش محتاجة أبذل مجهود عشان يكون موجود في حياتي، مش محتاجة ألفت نظره علشان يجي يتقدم لي وينقيني من وسط نساء العالم، أنا مش محتاج أبذل طاقة ولا أسمعها كلام حلو عشان توافق تعيش معايا في بيت واحد. لا، هي خلاص اوريدي موجودة معايا، ومهما حصل بينا بنرجع لبعض تاني وبنسامح بعض، فخلاص بقينا محفوظين. طيب ازاي نرجع الشغف تاني؟ ازاي نرجع اللهفة بتاعت البدايات دي من اول وجديد، او على الاقل جزء منها؟ اول حاجة واهم حاجة الكلمة الطيبة. صدقيني الكلمة الحلوة اللي بتيجي بالذات في وقتها بتفرق جدا اكتر من اي هدية غالية مثلا ممكن تفكري تجيبيها له. لما تقولي لزوجك مثلا انا مقدرة تعبك، ربنا يخليك لينا وما يحرمناش منك ابدا، انت بتتعب قوي علشاننا، ربنا يكون في عونك، الدنيا صعبة والمسؤوليات كبيرة عليك لكن انت قدها وقدود، انت اجمل حاجة في حياتي. الكلام الحلو ده اللحظة دي بتعيد المشاعر من جديد، او بتعيد جزء منها، بتفرحه وسط الزحمة والدوشة بتاعت الدنيا ومشاكلها ومشاغلها، بتنظف الغبار كده عن قلبه، بتخليه يشوف ان في شخصية جميلة انا عايش معاها وبيطلع منها كل جميل. تاني حاجة ان احنا نحترم المساحة الشخصية بتاعت بعض، يعني مش معنى ان احنا متزوجين خلاص ان احنا بقى نلغي شخصيات بعض او نلغي نفسنا، لا، لازم كل طرف يكون عنده هواياته واهتماماته اللي لسه محافظ عليها. عندك صحباتك اللي بتقضي معاهم وقت حلو، عندك اهلك، عندك قرايبك، عندك الناس اللي بتحبيها، عندك اعمال معينة بتتبسطي وانت بتعمليها، اماكن معينة بتحبي تروحيها، عندك عبادات، عندك قرآن، عندك حياة تانية محتاجة انك تتزودي لها من الدنيا عشان الاخرة، عندك اله محتاجة ان انت تتعبدي عمرين على عمرك عشان تشكريه على نعمة واحدة بس من النعم اللي انعم بها عليكي مش هتقدري، عندك حياة ليكي شخصية خاصة بيكي انت، ما ينفعش ان انت تدوبيه من حياته وتلزقيه فيكي انت ويبقى عايش ليكي انت وبس، ولا انت برضه تفضلي عايشه له هو وبس، هيزهق وهتزهقي. يا ستي حتى لو لعبة على الموبايل بتفتحيها وتشغليها وبتحسي معاها بوقت جميل ما تتخليش عنها. لو هو عنده هواية معينة بيحب يمارسها مع أصحابه أو حتى يطلع مثلا يمارسها لوحده، سيبيه ياخد راحته، بس طبعا هوايات حلال. فمساحة الحرية دي بتخلينا نوحش بعض ونحترم رغبات بعض واختيارات بعض. تالت حاجة ممكن تعملي مفاجآت صغيرة بقى، يعني مش لازم كل حاجة تبقى ضخمة وغالية، لا، ممكن ورقة مكتوب عليها كلام حلو تتحط في شنطته، تتحط في جيبه كده، يمد ايده في جيبه يطلعها يقراها. نقي احلى كلام حلو ممكن تقوليه في الدنيا، ده زوجك، يعني هو الوحيد على الكوكب اللي ربنا عز وجل اوجده في حياتك عشان يسمع الكلام ده، مفيش حد عندك غيره تسمعيه الكلام ده، فاكتبيه له في ورقه وحطيه له في جيبه وحطيه له في شنطته، اعملي له عزومه بسيطه، اكله جديده، كلوا في مكان مختلف جوه البيت، روحوا كلوا في اوضه تانية، اخرجوا مع بعض، كلوا في مكان بره حتى ولو بسيطه جدا. الحاجات الصغيره دي بتكسر الروتين وبتجدد الحياه ما بيننا. اخر نقطه بقى ان احنا نسمع بعض، ونسمع بعض مش عشان نرد على بعض او عشان نتصيد الاخطاء لبعض، لا، نسمع بعض عشان نفهم بعض. مشاكل كتير بتتحل لو كل واحد فينا حس ان التاني سامعه بجد ومهتم انه يعدي المشكلة، مش مهتم انه يتصيد ويتلكك علشان يغلط اللي قدامه ويشوه صورته وينتصر عليه وهو ده انا احسن منه، هو اللي ظالمني، ده هي بتفتري عليا. نسمع بعض عشان نحل المشكلة مش عشان نزود المشكلة. ومهم قوي وانت وسط الخلافات ووسط ما الشيطان عمال يسخنك ويفكرك بسلبيات حياتك معاه، تفكري انت نفسك ان دي مش اول ولا اخر مشكلة هتحصل بينا، وان في لحظة جميلة جاية هنعيشها مع بعض واحنا بنقرر نصالح بعض، وان الضحك والهزار والمودة والرحمة هيرجعوا بينا تاني زي ما حصل قبل كده. مجرد التفكير ده هيهديكي ويقلل من حجم المشكلة اللي بينكم واللي الشيطان فضل ينفخ فيها ويحسسك انها مارد، هيخلي علاقتكم تنهار وحب السنين يضيع في لحظة غضب. فلا، ما تدلوش الفرصة. في النهاية
الشغف وتجديد العلاقة دي مش حاجة بتيجي لوحدها وبتستمر لوحدها، لا دي بتبقى حاجة زي الزرعة كده، بتحتاج انها تتسقي كل شوية، محتاجة اهتمام، محتاجة رعاية، ان انا اجدد العلاقة دايما بينا، ان احنا دايما نفضل مشتاقين لبعض وعايزين بعض، ان احنا مش ضامنين ان الطرف ده هيفضل باصص لي بنفس النظرة الاولانية، لا انا لازم اقلق ولازم اخاف انه ممكن يتغير، والخوف ده هو اللي هيدفعني ان انا اعمل حاجات جديدة، حاجات حلوة، حاجات مجنونة علشان اضمن استمرار تعلقه بيا. فما تستسلميش، ولو حسيتي ان العلاقة بينكم ابتدت يبقى فيها برود، شغلي دماغك وخليكي اكثر ذكاء، وابتدي نفذي الخطط اللي قلتلك عليها، وبإذن الله هتفرق قوي في حياتك. ودي كانت حلقتنا النهاردة، واستنوني في حلقة جديدة ان شاء الله على قناة كنزي زهرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.